مرة ومرتين و10 كتير بلبيني، ما بيقول لي لا. 10 مرات؟ ايه. مش ممكن الرجل يقوم ب10 علاقات باليوم الواحد، يعني فسيولوجيا الرجل. بتصدق اذا بكون قاعده انا وياه وحد وبتهيج ما في يقول لي لا على شيء، دغري بعمل انا وقاعده سكس، بصير علاقه بيني وبينه. انا لو انا وقاعده اذا بتطلع فيه، يعني اذا بقول له بدي ما بيقول لي لا. بالنسبه لك انت الرجل هو فقط العلاقه، وايضا بتفتشي بالعلاقه عن الحب، عن الشراكه، عن التفاهم، او بالنسبه لك العلاقه فقط هي علاقه جنسيه؟ علاقه جنسيه، بفضي رغبتي بس شهوتي. طيب اذا ما لقيتي هذا الرجل يلي بده يلبي لك رغباتك، في رجال كتير بدور على غيره، بقول له تعا دغري بيجي. كيف هيدا بينعكس عليك على نفسيتك اذا ما قدرت تلبي الحاجات اللي انت بحاجه لها؟ بعصب، ما بعرف، تغيير هرمونات، بضل معصبه، بتخلق، وجع راس، ما بعرف، انه بصير حدا تاني مش انا اللي بعرف حالي. صورة المرأة اللي بتطلب العلاقات الجنسية عدة مرات بالنهار الواحد اجتماعيا شو بتكون؟ عادي، انا مرة كتير شهوانية وبدي اكتر من مرة باليوم، وصولا الى لا اقضي حاجتي. اذا الرجل ما امن لك رغبتك انت وحاجتك انت شو بتعملي؟ ما قدر يأمن لي كل شيء انا بدي، انه مثل ما انا بدي في غيره، في غيره. طيب تعدد العلاقات مع تعدد الرجال ممكن يكون عن تداعيات، ممكن يكون صحيا، ممكن يأثر، ممكن يكون في امراض منقولة جنسيا. ما بتفرق معي، ما بتفرق معي ابدا، المهم حاجتي وبس. ما بتفرق معي اذا كان مريض ولا مش مريض، المهم انه عم بيعمل لي الشيء اللي انا بدي، انا مبسوطه. حاجتك كيف بتعرفي حاجتك؟ كيف بتعرفيها لحاجتك؟ انه انا بحب اعمل، انه انا السكس عندي ايام عادي، ما هي حاجه عند كل انسان، عادي، هي حاجه عند كل انسان، ولكن كان مريض مش مريض، عنده مرض ما عنده، المهم انه يأمن لي احتياجاتي. انه ولكن تعدد العلاقات مع عده شركاء رجال ممكن يكون في امراض منقوله جنسيا للمراه ولا الرجل. انه انا بدي خلص، بدي هيدا الشيء، مريض مش مريض بدي هيدا الشيء. ايمتى حاجتك بتشكل لك عائق بحياتك؟ انه اوقات بتضايق من حالي. من شو بتضايق من حالك؟ انه انا شهوتي كتير قويه وبدي كل شوي وهيك.